محمود كان نايم، لقى والده في الأوضة وبينده عليه، بيقول له كفاية عليك كده، قوم اصحى. الفجر كان لسه ما ادنش. محمود قام اتنطر من السرير، والده شخصيته قوية جدا في بيته، فمحمود ما استحملش، مجرد ما سمع والده قام بسرعة يلبس ويحصل أبوه على باب الشقة. أبوه خرج من البيت، الدنيا ضلمة لسه حواليهم. فضل محمود ماشي وراه ومش بيجرؤ إن هو يقول له إحنا رايحين فين، ما أكيد موضوع مهم. لغاية ما خرجوا من البلد وبص لقى نفسه واقفين عند التراب بتاعتهم. وهنا محمود اتجرأ وقال له احنا رايحين فين يا حاج؟ فقال له في واحد اندفن امبارح بس مش مرتاح، مش حاطينه على القبلة. قال له مين يا حاج؟ قال له ابوك. وهنا محمود اتفزع، وفي اللحظة اللي اتفزع فيها قام من النوم، اتاريه كان حلم. فاق محمود وبدأ يبص حواليه، افتكر ان والده توفى امبارح، بس مش عارف معنى ايه الحلم اللي هو شافه ده، وليه جاي يقول له الكلام ده. افتكر محمود انه لحظة الدفن ما كانش معاهم، لان عمه وابن عمه قالوا له يا محمود انت حالتك مش كويسة، وانت لو نزلت تحت هتتعب اكتر، خليك يا ابني واحنا هنسفن ابوك. نزل عمه وابن عمه وهو فضل فوق. فافتكر كده واتصل بعمه وقال له يا عمي انتوا دفنتوا ابويا على القبلة؟ قال له اه طبعا يا ابني، هي دي حاجة ممكن نغلط فيها. محمود قفل معاه السكة وهو مطمن، وقال ده اكيد دي حلم عادي من الاحلام اللي بتمر على الانسان. وبالليل انشغل في العزا، ولما جه ينام شاف أبوه تاني جاي، بس كان زهقان وزعلان منه أكتر من الأول، وشخط فيه وقال له قلت لك أبوك مش مرتاح. محمود قام مفزوع وبقى مش عارف يعمل إيه، كل اللي في دماغه إن هو لازم يريح أبوه. صحي من النوم، خد المفتاح وطلع على التراب عشان يبص على أبوه. ولما دخل القبر لقى أبوه ملفوف في الكفن بتاعه، بس كان فعلا مش محطوط على القبلة مظبوط. راح جه حطه على القبلة، بدأ يحركه، ولما حركه لقى إن الكفن بتاعه فيه قطع، وإن صوابع أبوه خارجة بره الكفن. راح مدخلها وظبطه على القبلة وقفل وروح. روح بيته وكان بنهار وأعصابه تعبانة، فضل يبكي ويعيط على اللي شافه. وهنا أمه قالت له عمك بره جايب لك أوراق عشان المحل. ما هو عمه بيدير المحل بتاع أبوه من ساعة ما أبوه اشتغل في المحل، وهو عمل محل خاص بيه، جاب أخوه قعده معاه ومسكه معاه الإدارة. بقى أخوك هو ماسك كل حاجة، وبقى كمان جاب ابنه معاه في المحل. فأمه قالت له تعالى عمك جايب أوراق وعايزك تمضيها. طلع محمود قابل عمه ولقى جايب أوراق، قال له معلش أنا عارف ظروفك، بس دي أوراق حاجات لازم نجيبها، مشتريات للمحل ولها مواعيد، فأنت امضيها ومالكش دعوة بحاجة. قال له يا عم معلش احنا محملين عليك الأيام دي، بس لما فوق شوية كده إن شاء الله هتلاقيني نازل معاك. قال له ولا يهمك، بس أنت امضي الورق ده وكل حاجة إن شاء الله تبقى تمام. محمود خد الورق منه وجواه جزء من الريبة، كمية الورق كبيرة قوي، فهو بص فيها لقى جواهم ورقة مختلفة عن الورق الباقي. ولما بدأ يركز في الورقة لقاها عقد بيع. في اللحظة دي محمود جت في دماغه فكرة، عمل نفسه إن هو هيرجع، وراح دخل على الحمام ومعاه الورق. وفي الحمام بص على الورقة لقاها عقد بيع للمحل من أبوه لعمه، وعليه بصمة والده، مع إن أبوه ما بيصومش، أبوه بيمضي. وهنا محمود افتكر إن إيد أبوه كانت طالعة من الكفن، واللي كان بيدفن أبوه عمه وابن عمه. هنا محمود عارف إيه اللي بيجرى، راح ماسك العقد وراح مقطعه، مضى باقي الأوراق وادى العقد. قطع محمود العقد البيع وادى باقي الورق لعمه. ما هو أبوه مش هيبيع المحل اللي بيكسب بالطريقة دي، مش هيبيعه في السر ومن غير كمان ما يقوله، وكمان عمه مش هيمضيه على العقد بالطريقة دي، الموضوع في غش. فلما قطع الورقة اطمن، وافتكر يا زمان لما كان عايز يخطب بنت عمه ولقى أبوه متحكم ويقول له لأ، أي واحدة إلا بنت عمك. يعني أبوه كان حاسس إن عمه وولاده طمعانين فيه وفي ابنه، عشان كده صمم إن محمود ما ياخدش بنت عمه. حمد ربنا وعرف إن أبوه حتى كان سند ليه بعد وفاته، وإنه ما سابهوش للغش اللي هم كانوا يحطوه فيه والخديعة اللي بتحصل من عم لابن أخوه بعد وفاة أخوه كمان، يعني رحمة ما رحمهوش بعد وفاة أخوه. وعشان كده محمود رجع الشغل بسرعة ومسك محل أبوه عشان يعرف عمه عامل إيه في الورق وعامل إيه في المحل، ويطهره منه ومن ابن عمه، ويبقى المحل خالص ليه هو اللي سابهوله أمانة أبوه وحافظ له عليه
فكان لازم يحافظ عليه هو كمان ويكبره وما يخليش حد يخدعه وبالشكل ده.